2025 سنة جديدة بتبدأيها بطموحات وبأحلام علشان تهتمي بجسمك، بصحتك، بشكلك في المراية، تخلي الأكل بتاعك أحسن والرياضة وكل الحاجات دي كلها. بس مع كل سنة وزي السنين اللي فاتت، ولو شفتي السنين اللي فاتت ورجعتي عليها هتلاقي إن المشكلة اللي بتحصل معاكي واحدة: تزهقي، بتنسي اصلا ان انت كنتي حاطه ده في الحسبان بتاعك، او كنتي خلاص انا مش هعمل اي حاجه وهتقبل نفسي زي ما انا. انت السنه دي محتاجه تحطي لنفسك بلان جديده، تحطي لنفسك خطه بشكل مختلف وجديد عن كل سنه انت بتحطيها. هنعمل ده ازاي؟ اول خطوه محتاجه ان انت تعمليها ان انت تسالي نفسك النهارده: هو انا اصلا ايه اللي زودني في الوزن السنين اللي فاتت دي كلها؟ ايه اللي كان بيخليني كل سنه ازيد عن السنه اللي قبلها؟ ليه لما عملت الدايتس فشلت معايا وما نفعتش؟ اجابتك على السؤال ده هي اللي هتحدد هو ايه اللي بيحصل معاكي. بدل ما كل سنه بتبدأي بخطه ما بتفهميش فيها ايه اللي حصل في السنين اللي قبل كده. علشان كده محتاجة المرة دي وانتي بتحطي الخطة بتاعتك اسألي نفسك ايه اللي حصل في السنين اللي فاتت. وده يجيبنا لتاني نقطة: الرفلكشن على السنين اللي فاتت. الإجابة اللي انت دايما بتقوليها لما بتقولي هو ايه اللي حصل او ايه اللي زودني في الوزن، بتلاقي نفسك بتقولي جملة واحدة بس: اصلا ما عنديش إرادة، اصلا انا ما بعرفش التزم، اصلا انا مش بعرف ألعب رياضة، اصلا ما عنديش وقت. ولكن مش هو ده السبب الحقيقي اللي ما بيخليكيش تكملي في البلان وفي الهدف اللي انت حطاه لنفسك. الهدف اللي انت حطاه لنفسك دايما مرتبط بالارقام: نزلت كام كيلو، هخس كام سنتي، المقاس بتاعي في اللبس بقى نزل قد ايه، وخلاص. فاهتمامك والسلوكيات اللي انت بتعمليها يوميا بتبقى معتمدة بس على أرقام. الأرقام دي لو ما تحققتش لأي سبب من الأسباب بتلاقي نفسك بتوقفي تاني وبتحبطي وبيجيلك إحباط، وهو ليه بيحصل معايا كده؟ تاني سبب بيخليكي إن انتي ما تكمليش ان البلان اللي انت اصلا حطاها لنفسك محتاجه 5 يعملوها، انت مش عاملاها ليكي لوحدك بقدراتك بالوقت بتاعك بظروف حياتك انت. لا، انت بتيجي هتقولي ان انا عند 1 يناير ان شاء الله انا هظبط الاكل بتاعي، هظبط نومي، همنع سكر او هقلل نشويات، هلعب الرياضه، هشترك في الجيم وهروح 4 مرات في الاسبوع. طيب هل ده منطقي ان انت عايزه تغيري حياتك كلها من اول واحد؟ طبعا لا. علشان كده انت بتحطي البلان بتاعتك الجديده فكري ايه الخطوات الصغيره. يعني انا عايزه اعمل كل الحاجات دي، انا هاخد خطوه واحده فيهم كل اسبوع وابدا ان انا ازود عليها. لما هبدا ان انا اعمل كده عقلي هيبدا يهضم الحاجات اللي انا بقولها، وهيبدا يستوعب ان في حاجات مش كله بيتعمل مع بعضه، لا، واحده واحده. يبدا ينجح في حاجه تحتفلي بيها، تخشي على الحاجه اللي وراها. علشان كده وانت السنه دي جايه ومقرره ان انت هتحطي اهداف السنه الجديده، الاول حطي لنفسك حاله انت عايزه تعيشي بيها السنه دي. عايزه اعيش مرتاحه في جسمي، عايزه اعيش سعيده في جسمي، عايزه احس ان انا متقبله جسمي مش بتخانق معاه، عايزه استمتع بالاكل، عايزه احب الحركه. ومن هنا تبداي تتحركي. الخطوات دي همشيها معاكي خطوه بخطوه في ورشه Hit Your Health Goals. Hit Your Health Goals هي ورشة معمولة الهدف منها ان احنا نحط خطة السنة الجديدة. هنمشيها في 3 مراحل. اول مرحلة هي الرفلكشن: ازاي تشوفي اللي حصل في السنين اللي فاتت، وليه الدايتس ما كانتش بتنفع معاكي، وايه التغييرات البسيطة اللي انت محتاجة تعدلي عليها، سواء حتى لو كنت بتعملي دايت متوازن، ايه التغييرات البسيطة اللي هتبدأي ان انتي تعمليها. هنشتغل على الهوية الجديدة اللي انتي محتاجاها علشان تعملي بلان لنفسك، بلان تقدري فعلا تنفذيها، مش بلان تلاقي نفسك بعد شوية بتقولي اصلا انا ما عنديش وقت، او انا اصلا انا
نسيت. تالت حاجة هنعملها فيها أو هتبقى جزء من الورشة دي هي بلانر ل2025 مخصوصة بالصحة. البلانر دي هيبقى فيها كل الحاجات اللي انت محتاجاها علشان تنظمي الأكل بتاعك وتنظمي وجباتك أسبوع بأسبوع، فما تحسيش ان انت تايهة في نص الأسبوع. هتلاقي نفسك ان انت مع كل أسبوع بتعملي ريفلكشن على الأسبوع اللي وراه، ايه اللي نفع معاكي، ايه اللي منفعش، ايه اللي انت محتاجة تعدليه في الاسبوع الجديد. وكمان هتلاقي فيها الطريقة اللي انت هتدوني بيها الاكل بتاعك علشان يبقى عندك وعي، اكلت ايه، اكلت ليه، اكلت امتى، وساعتها هتقدري ان انت تعدلي اسبوع باسبوع ويوم بيوم، وتعرفي ايه المشكله اللي بتبقى موجوده وتقدري كمان ان انت تحليها. الورشه دي تفاصيل الدفع بتاعها وسعرها وكل حاجه هتبقى موجوده عندك في صندوق الوصف. الورشه هتبقى يوم السبت 28 ديسمبر الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة. هتتسجل ومعاكي الورشة مدى الحياة، معاكي البلانر مدى الحياة، وبس كده. لو انت عجبك الفيديو ده ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتعملي سبسكرايب للقناة وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك الجديد والفيديوز الجاية، واشوفك في فيديو جديد.